انت كمغربي ولا مغربيه خاصك ولا بد تشوف هذا الفيديو، وحتى اللي ماشي مغربي ومهتم بالمستقبل ديال المغرب خاصو حتى هو يشوف هذا الفيديو، حيت في هذا الفيديو غادي نشارك معك 6 المدن المغربيه اللي غتصنع ثروات حقيقيه قبل 2030، وغنشارك معكم واحد المدينه اللي غتخيب الظن ديال بزاف ديال المستثمرين، واربعه اخرين فيهم فرص حقيقيه خاصك غير تعرف كيفاش وفين. ومدينه رقم واحد اللي غتصنع دي مليونير ودي ملياردير جداد. هاد 6 المدن كلاسيتهم من رقم 6 حتى الرقم 1. تبع الفيديو حتى الاخر حيت النتيجه ماشي هي اللي كتوقعها. قبل ما نبدا خاصني نقول لك واحد الحاجه جد مهمه. اليوم الاغلبيه ديال الناس تيقول لك بغيتي تستثمر في العقار شري شي حاجه تكون قريبه من الملعب. هذه هضره صحيحه، ولكن رد بالك، الملعب هو 3 شهور ديال كاس العالم، ولكن اللي كيصنع قيمه حقيقيه هي البنيه التحتيه اللي كتوصل لذاك الملعب. السكك الحديديه، مطارات، طرق السياره وفنادق. هذه البنيه التحتيه هي اللي كتبقى 30 عام وكثر من بعد ما كيطفيو الضو في التيرانات. المستثمر الذكي ما كيتبعش الكره، كيتبع الترافيك ومنين كيجيو الناس. صنفت المدن اللي غينظموا كاس العالم على 100 نقطه مقسمه على 5 ديال المعايير، وكل معيار عنده 20 نقطه. ما تلفش، غير تبع معايا وغادي نشرح لك كل شيء. المعيار رقم 1 هو الملعب، شحال كيزيد الجمهور والموقع ديالو في المدينه. المعيار الثاني هو البنيه التحتيه، مطارات، تي جي في وحتى الطرقان. المعيار الثالث هو العائد الحالي على الاستثمار في هذوك المدن، حيت المونديال غادي يمشي ويجي والمستثمر خاصو يربح دابا. المعيار رقم 4 هو السياحه في هذيك المدينه، واش كتبقى على مدار العام او لا موسميه كتمشي وتجي. المعيار رقم 5 هو الثمن ديال العقار في هذه المدن اليوم، واش رخيص مازال تقدر تخليه او لا غالي وفات الفوت. هاد 5 المعايير هما اللي غنعتمدوا عليهم باش نصنفوا هذه المدن على بركه الله. المدينه رقم 6 مدينه اكادير. مدينة زوينة، فيها البحر، فيها الشمس، فيها الحوت، ولكن من منظور استثمار عقاري من هنا ل 2030 غادي تلقى فيها جوج المشاكل. الأولى هي ملعب أكادير كيعتبر واحد من أصغر ملاعب في المغرب اللي غينظموا كأس العالم بسعة ما كتفوت 46,000 مقعد. هذا كيعني أنهم غيتنظموا فيه عدد المباريات أقل مقارنة مع مدن أخرين، وكنتيجة أكادير غادي يجيو لها ناس أقل. المشكلة الثانية في مدينة أكادير هو العائد على الاستثمار أو المعدل ديال العائد الإيجاري ما كيتجاوزش 4.8%، وكيتعتبر هو أضعف على مستوى المغرب. زي على داك الشيء عنده واحد السياحة موسمية مقارنة مع مدن أخرين في المغرب. بمعنى الصيف كتلقى أكادير عامرة وكيجيو لها الناس من المغرب ومن الخارج، ولكن وقت الشتاء اللي ما تيكونش البحر كتخوى، والمستثمر العقاري خاصو واحد العائد على مدار السنة. بالنسبة لي أكادير باقي فيها الفرصة، ولكن ماشي كأول استثمار. المدينة رقم 5 مدينة فاس. فاس التراث والحضاره والتاريخ والصناعه التقليديه. فاس من الناحيه السياحيه مجهده، ولكن من ناحيه الاستثمار المونديال 2030 ماشي حتى لهيه. الملعب ديال فاس كبير نسبيا ويقدر يهز 55,000 متفرج، ولكن البنيه التحتيه ديال المدينه هي الاضعف من بين 6 ديال المدن وباقي خاصها الخدمه. الفرصه اللي كنشوف فاس اليوم هو رياض بين 6 الغرف او لا اكثر. الا دار بطريقه احترافيه وتحط فيه مدير احترافي يقدر يدير واحد العائد ديال 6 حتى ل 10%، ولكن هذا الشيء ماشي استثمار اول ديال شي حد اللي يلاه باغي يبدا، وهذا الشيء كيخصو الخبره. المدينة رقم 4 مدينة طنجة. عروسة الشمال، فيها بنية تحتية استثنائية، ثاني أكبر ملعب في المغرب، تي جي في اللي خدام من شحال هادي، أكبر ميناء في إفريقيا والقرب ديالها من أوروبا. هادشي كامل مزيان، ولكن واخا هكذاك طنجة مكلاسية هي رقم 4 بالنسبة ليا. في مدينة طنجة العقار اللي حطيتي عليه يديك كتلقى العافية، واحد الأثمنة ما عندهاش تفسير. علاش؟ مرة جاي تمشي لطنجة خرج بالليل وسير في أي شارع كبير اللي فيه بنايات جدادين وزع عينيك وشوف، غتلقى باللي أغلبية البنايات طافي فيهم الضوء. هذا شنو كيعني؟ كيعني الناس شارين العقار تما وسادينه، الحاجة اللي كتخلي العرض والطلب ماشي متوازنين وماشي حقيقيين، حيت نهار الناس هادو غادي يبغيو يكريو العقارات ديالهم ولا يبغيو يبيعوهم، الاثمنه في طنجه غادي ياكلوا العصا. بزاف الناس يقولوا لي العائد في طنجه على الاستثمار اللي كندير في العقار هو 8% 9%. هادشي بصح، ولكن غير في 6 شهور ديال العام اللي كتكون طنجه عامره. الا شدينا العام كامل ملي كتكون 6 شهور اخرى خاويه كتلقى العائد كينزل 3% او 4%. هذا هو العائد الحقيقي. مشكل اخر في طنجه هو المشكل ديال النوار او المبالغ اللي ما كيتمش التصريح بها في البيع والشراء. كتمشي كتشري واحد العقار في الوراق راه كيسوى ثمن، ولكن في الحقيقه راه الثمن ديالو زايد ب 50 60% وقليل بزاف مقارنه مع مدن اخرين. المقاولين اللي كيديكلاريو الثمن ديال البيع كامل. هذا الشيء كيخلي مستثمرين اجنبيين وحتى مغاربه يفضلوا يبقاو بعادين على بحال هذا النوع ديال البيع والشراء. مدينه رقم 3 كازابلانكا.
الدار البيضاء غادي يكون عندها اكبر ملعب لكره القدم في العالم اللي يقدر يستقبل اكثر من 115 الف مشجع، وكلكم كتعرفوا بلي الدار البيضاء عندها اكبر اقتصاد في المغرب. ولكن كيفاش هي رقم 3 وماشي رقم 1؟ والجواب هو اللي كيخلق الفرق بين مستثمر اللي فاهم ومستثمر اللي سامع. ملعب الحسن الثاني ما كاينش في مدينه الدار البيضاء، ولكن كيتواجد ب 40 كيلومتر على براد المدينه، اقرب لمدينه بن سليمان. بمعنى المستثمر اللي باغي يشري حدا التيران راه ما كيمشيش في الدار البيضاء، راه كيشري في بن سليمان. وهاد الجوج مدن مختلفين واسواق مختلفين، بمعنى هنايا كاينين جوج الاستثمارات مختلفين. الاولى هي الدار البيضاء اللي تقدر دير فيها واحد العائد على الايجار بين 6 و 7%، والدار البيضاء هي اسهل سوق من ناحيه السيوله، بمعنى الا كنتي باغي تبيع لابارتمون ديالك ولا المحل ديالك سهل بزاف مقارنه مع مدن اخرين. وعندك احياء بحال عين السباع والبرنوصي اللي طلعوا بواحد 10 حتى 15% بسبب المشاريع ديال الترامواي. اما منطقه بن سليمان في الارض ديجا طلعت ب 10 حتى 20%، ولكن هادشي بالنسبه لي هو استثمار في الملعب، والمستثمر اللي فاهم غادي يعرف يفرق بين هاد الجوج. المدينه رقم 2 مراكش. مراكش اللي كتشكل 40% من الليالي السياحيه في المغرب، و19.8 مليون زائر اللي كانوا عندنا في 2025. الجزء الاكبر منهم مشى لمراكش، والاثمنه ديال الشقق والمحلات زادت 45% من التاريخ اللي عنده فيه على ان المغرب غينظم كاس العالم. العائد الايجاري بالنسبه للناس اللي كيديروا كراء قصير الامد او اير بي ان بي وصل حتى ل 14%. زيد على هذا الشيء الملعب ديال مراكش اللي فيه اكثر من 70 الف مقعد اللي جا في المدينه، والتي جي في اللي غادي يمشي من الدار البيضاء حتى لمراكش في 45 دقيقه قبل 2030 مقارنه مع 2 ساعات ونص اللي كيدير اليوم. هذا الشيء كامل غادي يخلي مراكش تكون رقم 1، ولكن اليوم هي ماشي رقم 1. علاش؟ حيت كاين مشكل كبير، وهذا المشكل المستثمر اللي كيفهم عارفه. اليوم كنشوفوا اغلبيه المستثمرين اللي باغيين يشريو في مدينه مراكش كيشريو باش يديروا كراء القصير الامد، وهذه المساله هذه خلات الاثمنه ديال مراكش ترتفع بواحد الطريقه اللي ماشي عاديه. كنهضر على شقق، كنهضر على دي فيلا اللي كيتكراو بطريقه غير مرخصه. واليوم كنا كنعرفوا ان الحكومه المغربيه كتوجد قانون اللي غادي ينظم كراء قصير الامد. هذا كيعني انه المستقبل ديال كراء قصير الامد في مدينه مراكش غادي يبقى غير الناس اللي هما محترفين وكيديكلاريو. هذه المساله غادي تخلي السوق يتنظم، والطلب على الشقق ديال اير بي ان بي غادي ينقص مقارنه مع الطلب اللي كاين اليوم، حيت غيبقاو غير لي بروفيسيونيل، واللي باغي يخدم في النوار وما يديكلاريش غادي يقلب على حاجه اخرى. مدينه رقم 1 الرباط. انا عارف بزاف ديال الناس ما كانوش كيتوقعوا هذا الجواب، ولكن خليني نشرح لك علاش. اول حاجه ملعب ديال الرباط كيتواجد في المدينه ماشي بحال الدار البيضاء. ثاني حاجه الرباط بصفتها العاصمه ديال المملكه المغربيه عندها شي حوايج اللي ما كاينينش عند مدن اخرين، وهذا الشيء كيخلق واحد الطلب على مدار السنه. الدبلوماسيين، موظفو الدوله، السفارات، وحتى الطلاب الجامعيين، هاد الناس غاديين جايين في مدينه الرباط على مدار السنه، ماشي بحال السياح اللي كيجيو واحد الفتره معينه. زيد على هذا الشيء الرباط اليوم فيها احسن شبكه نقل مقارنه مع 6 المدن كاملين. مطار الرباط اللي يلاه توسع مؤخرا، تي جي في كيربط بين شمال وجنوب المغرب، سكك حديديه، طرق سياره اللي كتربط بين شمال وجنوب المغرب. زيد على هذا الشيء مدينه الرباط ممكن تنظم اولمبياد 2036 اللي هو حدث كبير. اليوم كلشي كيهضر على مدينه مراكش ومدينه طنجه كاحسن بلايص استثمار في العقار، في حين انه مدينه الرباط اللي عندها احسن عائد اليوم الناس ما ردينش ليها البال. والناس اللي غيفهموا هاد الهضره في 2026 هما اللي غادي يكون عاجبهم الحال في 2030، حيت في 2030 غادي يكونوا جوج ديال الناس اللي سمعوا هاد الهضره هادي وتحركوا، والناس اللي سمعوها وقالوا غندير وما داروا والو. الاولين كيتكلموا على الارباح ديالهم، والثانيين كيهضروا على الفرصه اللي فاتهم. دابا جا الوقت باش نسولكم نتايا اللي كتشوف هذا الفيديو، خليها في كومونتير اش من مدينه اللي تبغي تستثمر فيها الناس تستاهدوا، وش هي المدينه اللي ما تحطش فيها ولو درهم واحد. غادي نقرا كاع لي كومونتير وغادي نجاوب على احسن 10 ديال الكومونتير، ودير سبسكرايب حيت الفيديو الجاي غادي نهضر على كل مدينه بالديتاي، فين مزيان تشري وشنو خصك تفادى. السلام عليكم.